خليل الحلو. نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية فجر اليوم استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن. وأعلن البلدان في بيان مشترك أن الضربات استهدفت 8 مواقع حوثية ردا على الهجمات المتواصلة في البحر الأحمر. فيما أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستستمر في إضعاف قدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات تستهدف حركة الملاحة. في المقابل أكد الحوثيون أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تمر من دون رد وعقاب. سلسلة هجمات واسعة ودقيقة نفذها تحالف الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم وإسناد لوجستي من 6 دول أخرى على قواعد الحوثيين في اليمن. وتشير نوعية الضربات إلى أن الإدارة الأمريكية عازمة على شن حملة مستمرة ومفتوحة ضد الجماعة المدعومة من إيران، والتي عطلت حركة العبور في الممرات المائية الدولية الحيوية. وتتهم البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط طهران بالانخراط بشكل مباشر في هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتوسيع تهديداتها في الخليج العربي ومضيق هرمز إلى مناطق أخرى في أنحاء الشرق الأوسط. الهجمات الأخيرة طالت 8 أهداف متعددة، بينها قاعدة الدليم الجوية ومعسكرات السواد وخشم البكرة والحفا في صنعاء، وكذلك قاعدة الجند في تعز. كما استهدفت الضربات منشأة تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة، بما في ذلك صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه يستخدمها الحوثيون في عملياتهم في البحر الأحمر. الهجوم استخدمت فيه مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات العملاقة USS إيزنهاور، بالإضافة إلى سفن سطحية وغواصة. كما شاركت في قصف الأهداف الحوثية 4 مقاتلات بريطانية من طراز تايفون، واستخدمت فيه ذخائر موجهة بما في ذلك صواريخ توماهوك كروز. قادت الولايات المتحدة 7 جولات سابقة من القصف، لكنها لم تفلح حتى الآن في ردع الحوثيين أو إضعاف قدراتهم. لكن استراتيجيون يفسرون النهج الأمريكي بشأن اليمن بأنه مزيج من الضربات العسكرية المحدودة والعقوبات تهدف إلى منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتقتصر على السعي لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين. للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. أهلا بك ياسين. كيف بدت الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف حوثية، وهل تبدو هناك أي ملامح لردة فعل من الجانب الحوثي حتى اللحظة؟ عيسى، نعم، دعني بالبداية أنوه لكم بهذا الخبر العاجل الذي ورد على لسان الناطق العسكري لجماعة الحوثيين، والذي قال فيه أن 18 غارة أمريكية بريطانية استهدفت 4 محافظات، هن محافظة صنعاء ومحافظة الحديدة وكذلك محافظة تعز ومحافظة البيضاء. وقال أن هذه الضربات الأمريكية لا يمكن أن تكون من دون رد وعقاب على هذه الهجمات، وأن هجماتهم سوف تستمر. وتحدث أيضا على أن 12 غارة شملت أهدافا عسكرية في صنعاء، منها قاعدة الديلمي ومعسكر الحفا والسواد وخشم الناقة والعديد من الأهداف في صنعاء. بينما قامت المقاتلات البريطانية الأمريكية أيضا بعدد من الغارات، قدرت ب3 غارات في محافظة الحديدة وغارتين في محافظة تعز وكذلك غارة في محافظة البيضاء، وتحديدا في منطقة رداء، حيث تحدثت المصادر عن استهداف إحدى المنصات الصاروخية التي تطلق منها جماعة الحوثيين صواريخها باتجاه
باتجاه البحر الأحمر. وأعلنت الحوثيون على أنهم مستمرون في عملياتهم، وأن هذه الضربات لا يمكن أن توقف هجماتهم، وأن أيضا هذه الهجمات أتت لتقويض هذا الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وعلى غزة خاصة. وأيضا تحدثت الولايات المتحدة أن هذه الجولة هي الجولة السابعة من الضربات على أهداف حوثية، وقالت أنها أيضا ستستمر إلى وقت طويل لتقويض قدرات الحوثيين على شن هجمات في عرض البحر. وكان أيضا الحوثيون تحدثوا في وقت سابق على شنهم هجمة باتجاه إحدى الأهداف العسكرية في عرض البحر، وتحدثت الولايات الأمريكية عن نفيها لتعرض إحدى ناقلاتها العسكرية، ناقلات الشحن العسكرية في عرض البحر لأي أذى، وأنه لم تحدث هنالك أي استهدافات. بينما رد الحوثيون على أن هذه الضربات القوية التي أتت منذ 12 من يناير بأنها ردا على الضربة الحوثية التي استهدفت أهداف عسكرية، وهناك تصاعد لافت لا سيما بعد يومين حذرين من الهدوء. شكرا جزيلا لمراسلنا من عدن ياسين الرضوان. في سوريا أفاد مراسلنا بأن طائرات التحالف الدولي استهدفت محيط